السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. قبل ما ابدا الفيديو حابه اشكر متابعيني الحلوين، واتمنى ان دايما الاقيكم دايما داعميني وواقفين جنبي. النهارده هنبدا وصفه حلوه، وصفه سهله وبسيطه زي ما انتوا اتعودتوا مني. هنبدا مع بعض نعمل صدور فراخ بطريقه مميزه هتعجبكم ان شاء الله. اول حاجه انا كان معايا صدور الفراخ، حطيت عليها فلفل اسمر وملح وبابريكا، وقلبتها شوية وسبتها في التتبيلة شوية، او ممكن احطها على طول على حسب ما انتي عايزة. حطيتها في الطاسة بتاعتي على النار، حطيت معاها شوية زيت، ممكن تحطي شوية زبدة او قطعة زبدة معاها، مفيش مشكلة. هبدأ زي ما انتوا شايفين نرص الفراخ بتاعتنا، وابدأ اقلبها تاخد لون حلو قوي. انا هتك عليها في اللون شوية، والبهارات اللي هتنزل منها، او لو الزيت اغمق مني مفيش اي مشكلة، لان انا هحتاجه في وصفتي. فمش هنضف الطاسة بتاعتي من اي بهارات بتنزل. زي ما انتم شايفين انا سبت البهارات اهي، هبدأ انزل عليها ببصلة، وهنزل عليها بمعلقة سكر. دي معلقة سكر علشان نكرمل البصلة شوية. تمام. هنبدأ نقلب البصلة كويس لحد ما تتشوح، وبعد كده ننزل عليها ده فص الثوم اللي انا نزلت بيه مع البصلة، وهقلبهم مع بعض لحد ما يتشوحوا وياخدوا اللون. في حد ممكن يستغنى عن فص الثوم، مفيش ادنى مشكلة. هبدأ كمان عشان اعلي القيمة الغذائية بتاعتي، هبدأ احط مشروم. عايز تستغني عنه مفيش مشكلة، عايز تستغني عن الثوم مفيش مشكلة. احنا دايما متعودين مع بعض ان الاكل اذواق. هبدأ اشوحهم كويس كده لحد ما كل المكونات تندمج مع بعض وتاخد طعم. هبدأ انزل بعد كده معلقتين دقيق، واشوحهم مع بعض، معلقتين دقيق صغيرين، لان انا مش عايزة القوام بتاع الصوص اللي انا هعمله يكون تقيل. فبعد ما حطيت معلقتين الدقيق هنزل بالملح والفلفل الاسمر كده زي ما انتم شايفين، وابدا اقلب كل المكونات مع بعض لحد ما تندمج وتاخد الطعم كلها مع بعض. هبدا بعد كده هنزل صدور الفراخ بتاعتي. في نص الفيديو كده احب اقول لكم ما تنسونيش في اللايك والشير للفيديوهات، علشان ناس كتير تستفاد من الفيديوهات بتاعتنا. انا نزلت دلوقتي صدور الفراخ بتاعتي بالصوص اللي كان موجود فيها، يعني الصوص طبعا الفراخ كانت عامله صوص من تحت، فانا نزلتها بالصوص بتاعها، ونزلت عليها ميه تكون سخنه. هبدا اقلبها كويس مع بعض، ونزلت دي كوبايه لبن. بديل الكريمه كوبايه لبن معاها معلقه قشطه. طبعا زي ما انتوا دايما متعودين في وصفاتي ان انا دايما بشتغل على البدائل، فانا مش هستخدم قشطه، فانا مش هستخدم كريمه. طبعا انتوا عارفين الكريمه سعرها عامل ايه دلوقتي. هستخدم معلقه قشطه مع كوبايه اللبن، واللبن بالدسم بتاعه. اللي انا بقلبه دوت دي معلقه ديمجلاس دوت بيبقى بودر. بجيبه بيدي كمان طعم حلو قوي، وبيخلي كمان اللون براون قوي، لان انا عايزه اللون يبقى بني. هو انا كرملت البصل عشان يديني اللون والدرجه، بس كمان صوص الدمجلاس اولا بيخلي الطعم كويس، وبيخلي اللون اللي انا بيديني اللون اللي محتاجاه. بعد ما حطيت صوص الدمجلاس طبعا نراعي موضوع الملح لانه بيبقى مالح. كده انا خلصت وصفتي زي ما انتوا شايفين كده. تحبي تاكليها مع مكرونة بيضة، مع رز ابيض، ممكن تتعمل ساندوتش، بس طبعا الصوص ممكن ما يتحطش قوي، ممكن تحطيه على حسب ما انت عايزة. انا قدمتها مع رز ابيض. وصفة سهلة وبسيطة وسريعة، بتنجز بتخلص في الوقت على طول بالنسبة للمستعجلين. هتنفعك في رمضان، وخاصة ان رمضان وسط مدارس. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واحلى كومنت من احلى متابعين. اتمنى اكون بقدر افيدكم واسعدكم، وكل ما هو جديد مميز معايا شيف نجوى الحوت. والسلام عليكم.